جبال الألب الإيطالية غير إنها جبال من ناحية مناظر ولا أروع، عندهم سلسلة أكواخ ببنوها فوق الجبال. القاعدة بتقول اوصل هناك والكوخ إلك. وطبعا مش أكواخ بسيطة، العادة هوستل مرتب بتقعد فيه وبتشيف. اليوم محسوبكم سند على واحد من أعلى هذول الأكواخ بفاكو لوكا فوريخ، بس لما وصلنا لهناك قصة طويلة. هلا والله، حيوا الشعب معكم من جبال إيطاليا. الليلة شوفوا القعدة ملذها، نمنا هنا عنا النهر هيك. شفت هالصخرة العملاقة هذه مديت حالي عليها ونمت، والله قاعدة إشي روعة ولا بالأحلام. طريقنا طويلة، المحل بعيد عني 60 كيلو، وأنا من شطارتي اليوم السبت فيش بساط، فبدنا نوقف سيارة بإذن الله. إحنا رايحين هناك يعني بين الجبال، راح نمشي بين الجبال إن شاء الله. طلعوه كلياته جبال، كله جبال، والدنيا ثلج. الساعة 8 الصبح بدي أصبح، يعني بدي هيك شبك نشيط، خلينا نوصل بسرعة إن شاء الله. فبدنا ناكل ونطلع، يلا عليهم. كان لو بدي أمشي 21 ساعة، بينما السيارة 36 دقيقة. أبو الشباب شنهم مهبيل إني أروح أمشي. بدنا نوقف، تنها تيجي سيارة، هات نشوف. إيطاليا فيش سيارات قطعة والشباب. قاعد لوحدك كده حيران، ولكم يلا عزاء ولا سيارة لحد هسه. 2000 years later. ايه هاي سيارة، هاي سيارة يا رب. هلو. It was a long way by walking. Yeah, I wouldn't have make it. هاي سيارة، هاي سيارتين، هاي ثلاثة، هاي أربعة. يا عمي جيبوا لي أصحاب زي هيك، دبروا لي، بدي طاقم، بدنا طاقم، بدنا نحوش بني آدمين اللي يطلع. أبو شغل ضشرناهم، نكون بيجهزوا بحالهم، دي ينطوا براشوت هم، بس رايحين طريق ثانية. أنا طريقي هات أورجيكم. إحنا رايحين على الجبل هذاك اللي هناك. هسه بدنا نمشي، كنا نمشي نسند هيك، نروح على الجبل نوصل فوق. الكوخ مبين من هين، بس أنا عيني مش ملاح بشوف إيش. لازم هنكوب النص، شايفينه؟ هنكوب النص بالضبط هناك، هذاك الكوخ. يعني طريقنا طويلة أو حلوة، والدنيا اليوم شمس، والحياة ظابطة من الصبح ما شاء الله. شو عامل مشان ربنا يكرمني هيك؟ والله ماني داري عن جد شو عامل. حبيبي طلع الجبال ملذها، دب فيه طاقة وانا اتسلق، طاقة مش طبيعية. اربح يا ابو الشباب، اربح يا ابو الشباب، اللهم يسر. اخ اجري، اي توجع. الطريق كايلي زقزاق هيك هنكون شايفين الناس بتزقزق فينا، صار لها ساعة. ايش كان؟ الحمد لله بعد 2.5 ساعة تسلق أخيراً لمحت الكوخ بعيني من بعيد. هناك رايحين هنكون الكوخ، شايفه؟ شكلها صعبة. وربنا رزقني واحد أنا وياه طلعنا طالعين الطريق الغلط، فبكى لازم نرجع شوية. Probably from there. You think so? It's not the good ways. على حسب كل الزلمة طلعنا كثير فوق الجبل، احنا لازم ننزل وفي طريق ثاني هيك بيقول. اللي حد الكيت لي معي رفقة، شوف اذا بتسقط. شايفين هذه العلامة؟ هذه معناها حياتك حلوة وطريقك خضرا، ضلك ماشي يعني. اي it's okay, no problem.
أي أخ أول زحليكة. أي هذا بيفاكو فيفا لوكا إشي من هالنوع. بالجبال هيك فوق بعض يعني أنت على الطريق الصح، غير إنه الحياة حلوة يعني حياة حلوة. مع كل هذا التسلق اللي شايفينه، المقطع الصعب لسه بده يبدأ. لازم أدير بالي هنا لأنه معيش عدة التسلق، يعني لازم أمسك مليح وأدير بالي، لأنه أي زحليكة تأخذك يا على الجنة يا على النار. إن شاء الله على الجنة. آخ شو هذا؟ آخ. Yeah, I want to eat, but not now when we arrive. Eating when you're hungry is good. Oh, there is it. There. Here, there. I can see it. وصلنا. هذا هنا هذا الطرف. ايش ضايلنا كثير. ضايلنا شوية. عليهم شد حالك ابو الزوز. صاحبي فاتني. اخي على الصحبة ولا كل الصحبة مع بعض. دشرني هيك. وصلنا القمة. هنكي طرفها مبين. بديش ارمح. في فرحة بدي ارمح، بس اذا برمح بوصلش. يا الله شوف المنظر. شوف يو. اوكي هناك. صلت. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. مش مصدق اني وصلت. هي طيب بدنا نعمل لكم تعريف. هذا البيت الحلو اللي فوق الجبل، إذا بتلف من وراه ممكن تلاقوا ناس بتباوسوا قاعدين، بس لا والله أعلم خلصوا. عندك هنا مية، يعني زي أنا خلصت المية والله أعلم تفتح ممتاز. هنا أهم شيء، هذه أهم شيء. شوف كل 1 2 3 أجلكم الله. شو ما شاء الله بكل كبير في حفرين. بيطلع كأنه لورا لهناك. تخيل انت قاعد هيك قاعد، يا الله بتطلع على الطبيعة عندك هنا. بدي اجربها الليلة، بدي اجربها لو مش زحمان بدي اجربها. طبعا هذا السلم خصوصي عاملينه لإلي لأن أنا بحب أتسلق مشان نقعد فوق. عندك 8 خوتي، 1 2 3 4 5 6. أنا هنا 7. حاطط على الزوم مشطرني. هي 8. هي الطلعة. شوف طلعت اطلالي ملذة. شوف يجنن. شوف ملذة. وهنا في كثير شغلات صراحة أنا مش فاهمها،
هذه طاولة الأكل والعدة. والله في كثير عدة هنا، مش عارف شو إلهم شو مش إلهم. ما شاء الله. السؤال إذا في كهرباء، لازم في كهرباء. بدي أطير شوي، اسمع لحن هسا خليك تطير بالفضاء. مع كل هذا الجمال والمناظر هذه الخلابة، بس لسه أنا وصلت بدري على غروب الشمس، شفت إشي ما شفتوش بحياتي كلياتها. وأجمل من هذا لم أرى في حياتي كلها. الحمد لله الرحلة يوم بعد يوم، وشوف مناظر بتخوف. أنا شوف ولك أخرج من دارك، اطلع. يا الله. انجنيت يا ربي يا كريم. ولك وين بكين احنا عن هالمناظر هذه؟ وين بكين عايشين احنا؟ هنا بتقعد بتجخ عليها القعده. شوفوا المنظر الليل، يا الله بجنن. بالليل لما تلاقي على الآخر هناك، لما يضوى الضوء يطلع شي شلبي، الناس مش ملاقين محل يناموا فيه. طلع هذول كلهم برا. في هناك واحد برا، في هنا واحد. كوخ ملان على الآخر، معبى. يعني ظابطة معهم الليل. الحمد لله ان الكيت تخت. ظابطة معهم الاخر. ودير بالك لو انا معي اللي بنام فيها بنام عادي، مفيش عندي مشكلة. بس معيش صعب اتنازل، صعب جدا. ثاني يوم الصبح زي الجاج كلياتنا صحينا نشوف الشروق، وطبعا زي الغروب منظر ولا أروع. إشي بتتخيلش تشوفه بحياتك. فوق الجبل بقى تقريبا 30 بني آدم، نصهم ناموا برا، بس أنا بأكد لكم إنها بكت أجمل ليالي حياتهم. هذا التعب مكربج. أزيد من مرة الواحد بفكر إنه يستسلم بالطريق ويرجع، يقول أنا مالي ومال هالشغلة. مش إشي بسيط، بس في 30 بني آدم اتحملوا حتى يعيشوا هذه اللحظات الحلوة. لك أحلى من هيك شيء؟ تستاهل يا عمي. هذه طلعت جبل 50 ساعة. شوف الجبال مع الشروق. وبيني وبينكم كل اشي بتتعب عشانه بتحس بالنهاية بحلاوته. هي بكت مغامرة أغرب كوخ بالعالم.